كله طبعا، بعض الحاجات المميزه جدا، بحس انك انت عايزه زي ما تكوني ايه، عايزه تبقي جزء من تاريخ الفن. يعني لما تشتغلي مع يسري نصر الله في جنينه الاسماك، لما تشتغلي مع يوسف شاهين، في انت عارفه، انا مش قصدي انك انت ضامنه نجاح العمل، انا مش بتكلم على ضمان النجاح، بس ضمان التاريخ. انه انت عايزه تكوني مع، لانه عارفه انه الاعمال دي هتبقى تاريخيه، فانت عايزه تكوني جزء من هذا التاريخ. انا مش بتكلم على كل الاعمال، لا طبعا اكيد في اعمال كانت مع شباب مجتهد وجديد، مش بالضروره ان هو يكون عنده نفس التاريخ بتاع يوسف شاهين او يسري نصر الله، بس زي ما تقولي ايه، خطواتك مدروسه، مش فكره ان انت بتمثلي عشان لمجرد التواجد او لا. انك تجيبي اعمال كتير. اصل في ناس منهجهم يقول لك ايه، معلش ابقى موجوده حتى لو مش يعني مش لازم اعمل حاجه تافهه، لا اكيد مش حدش هيعمل حاجه تافهه، يعمل حاجه معقوله بس يبقى موجود علشان العمل ده هيجيب، عارفه يقول لك ايه، الشغل هيجيب شغل. احيانا في مراحل الواحد ممكن يضطر فيها، مش يضطر يعني فيش اضطرار، بس اللي هو يحسبها بالشكل ده، او ساعات انت لازم كمان تعملي حاجه كوميرشال شويه بالزبط. حاجه للجمهور الاعرض يعني الشريحه الاكبر، حاجه خفيفه، حاجه لايت، مش كله هيكون يعني مواضيع تقيله وكده، بس في نفس الوقت في مستوى. اهو مفيش عمل، العمل لازم يكون جيد، يعني لازم يكون في مينيمم عناصر تكون تضمن انه العمل ده كويس. اوكي بعد كده نجح ما نجحش، ده النجاح عمره ما بيبقى مضمون، دي حاجه بتاعه ربنا والظروف وترجع للجمهور وكل حاجه، بس على الاقل يعني ما بقدمش حاجه اخجل منها بعد كده او احس ان هي ما كانتش في المستوى. عارفه في ناس مش يعني في افلام مش بتاخد النجاح اللي هو الجماهيري مره واحده، بتاخده جراديولي كده، يعني بتحسي ان الفيلم بعد ما يتعرض بفتره بياخد سكسي كبير جدا. طبعا انت قلتي حاجه مهمه قوي كمان، قلتي التاريخ، يعني في اعمال هي بتفضل في التاريخ حتى لو لما ساعات في ميعاد نزولها ما نجحتش مثلا، وفي اعمال كسرت الدنيا بس خلاص مش هتشوفيها تاني. ده صحيح. حتى في الدراما، في مسلسلات في رمضان فرقعت، بس بعد كده لو شفتيها خلاص مش هنشوفها تاني. في اعمال كل ما بتتعرض تاني صحيح بتشوفيها بطريقه مختلفه، بتتقل كده. حتى الافلام القديمه، في افلام كده، في افلام احنا بالنسبه لنا بنحب نشوفها في التلفزيون وناجحه، لما بنسال بنلاقيه لا الفيلم ده ما كانش محقق نجاح كبير، بس بتتفرجي عليه، بس مفيش حاجه، الفن ما بيموتش، يعني بيبقى خالد موجود، وخصوصا لما يكون فن راقي فبيبقى متجدد. طب كلميني بقى عن